تخيلوا معايا كده سيناريو بسيط. عندك مشروع عقاري ممتاز، موقعك شكله تحفة، عامل ميزانية تسويقية محترمة جدا جدا، لكن رغم كل ده عدد العملاء المحتملين المستهدفين اللي بيجولك من جوجل قليل جدا. سألت نفسك بقى ليه؟ الإجابة ممكن تكون في تفاصيل صغيرة جدا محدش ياخد باله منها. في أخطاء كتير جدا ممكن تمنع إن الموقع بتاعك ينزل محركات بحث أو يجيب لك عملاء محتملين، بس احنا هنقوله أشهر حاجتين. أولهم الكرول ايرورز أو أخطاء الزحف. ببساطة جوجل بيبعت روبوتات تزور الموقع بتاعك عشان تفهمه وتأرشف هو بيتكلم عن إيه ومشروعات إيه ومناطق إيه. ساعات بقى الروبوتات دي بتلاقي صفحة المشروع مش موجودة أو فيها مشكلة، وده احنا بنسميه خطأ زحف أو خطأ 404. دي مشهور جدا، صفحة مش موجودة. ده معناه إيه؟ معناه إن الصفحة دي مش هتظهر في البحث أبدا. يعني مثلا لو عندك صفحة بتتكلم عن شاليهات في الساحل الشمالي وما فيهاش زحف، ما دخلهاش العناكب أو الروبوتات دي لأي سبب ما، ممكن أنت تكون عملت ده بنفسك، أنت اللي بإيدك منعت إن عناكب محركات البحث تخش الصفحة دي. ده خطأ وارد، كأنها بقى مش موجودة. طب تخسر فرص ظهور لعملائك بمنتهى البساطة. الحل هنا بقى بسيط وعبقري جدا. هتستخدم أدوات مشرفي المواقع جوجل سيرش كونسول، وهي بقى اللي هتقول لك ليه صفحة شاليهات الساحل الشمالي مش متأرشف، ليه الصفحة دي فيها أخطاء وليه ما بتظهرش في جوجل. هل هي متعاقبة؟ هل الصفحة ذات نفسها فيها أخطاء أدت إن جوجل يمنعها من محركات أو نتائج محركات البحث؟ نحدد إحنا بقى الأخطاء دي ونصلحها، وبعدين نعمل للصفحة inspect URL عشان تنزل محركات بحث تاني. النوع التاني بقى من الأخطاء المشهورة جدا البروكن لينكس أو الروابط المعطلة المكسورة اللي مش شغالة بالمصري. تخيل العميل كده متحمس وداخل يزور صفحة مشروع معين في التجمع الخامس في العاصمة في الساحل، يدوس على اللينك يلاقي صفحة ايرور 404. يعني ايه؟ يعني الصفحة دي مش موجودة او كانت موجودة واتحذفت، ما اتعمل لهاش ريدايركت لأي صفحة تانية او لأي منطقة تانية. ده بقى بيخلي العميل يفقد الثقة في موقعك، بيخليه يخرج منه ويدخل لموقع منافس. وبالتالي جوجل هيسأل نفسه طيب هو ليه العميل دخل وخرج في أقل من 4 5 ثواني؟ ده كمان بيقلل من مصداقية موقعك عند جوجل مش عند العميل بس، وبالتالي بيأثر على ترتيبك وترتيب موقعك عموما في محركات البحث. طيب هيبقى الحل ايه؟ ان احنا نستخدم ادوات زي سكريمينج فروج عشان نلاقي الروابط دي ونصلحها. ببساطة كده يا جماعة، الاهتمام بالتفاصيل دي مش رفاهية، ده استثمار. ده اللي بيفرق بين موقع بيجيب عملاء بانتظام وموقع مجهوده التسويقي كله بيروح على الفاضي. كل صفحة في الموقع هو عبارة عن فرصة استثمارية. كل عميل محتمل بيستاهل تجربة أحسن أفضل. فأرجو إن احنا نهتم بالتفاصيل دي عشان تضمنوا إن استثماراتكم في التسويق العقاري تجيب أحسن عائد. لو عايز تعرف أكتر عن الاستراتيجيات دي وأسرار كتير تانية في التسويق العقاري الرقمي، ممكن تنضم لدورة التسويق العقاري أونلاين، هتلاقي كل التفاصيل في الوصف.